الناس شايفينه حجر، لكن الحقيقة ده كائن حي بيبني مدن كاملة تحت المية. ألوانه مش بس جميلة، دي ألوان بتطلع من الحياة اللي جواه. النهاردة هنعرف أسراره، إزاي بيعيش وإزاي بيكبر، والفرق بينه وبين الحجر. وهنشوف حاجات غريبة يمكن تخليك تقدر الطبيعة أكتر. تعال أما أحكي لك الحكاية. أول حاجة لازم تعرفها، المرجان مش نبات ومش حجر زي ما الناس فاكرة. ده كائن صغير اسمه بوليب، شبه قرايبه زي قنديل البحر، عنده لوامس وبيمسك أكله، وبيعيش وسط آلاف زيه. كل واحد فيهم بيبني طبقة صغيرة حواليه، ولما الآلاف منهم بيعملوا كده بيكونوا الشعاب المرجانية اللي هي مدن كاملة تحت المية. هو مش بيحب يعيش في أي مكان، المرجان عايش في المية الدافية والصافية واللي فيها شمس توصله، زي البحر الأحمر والحاجز المرجاني العظيم في استراليا وجزر المالديف. المرجان الحقيقي كائن حي بيتنفس وبيتغذى وبينمو. أما حجر المرجان ده الهيكل اللي المرجان سابه وراه بعد ما مات. يعني المرجان كان يوم من الأيام حياة، والحجر اللي احنا شايفينه بعد كده مجرد شكل. في أنواع مرجان عمرها آلاف السنين، ممكن يوصل ل4000 سنة. المرجان بينمو ببطء شديد جدا، من 1 ل2 سنتي في السنة، وبعض أنواعه فيها خلايا لاسعة زي قرايبه القنديل بيحميه وبيصطاد بيه. الشعاب المرجانية بتدي مأوى وأكل لحوالي ربع الكائنات البحرية، يعني 25% من الكائنات البحرية في البحر. بتحمي السواحل من الأمواج والعواصف، وكأنها درع طبيعي للبشر والكائنات البحرية. مصدر للعديد من الأدوات والعلاجات الحديثة، وده لأنها بتحتوي على مركبات طبيعية مذهلة بتحافظ على توازن المحيطات. لو المرجان مات النظام البحري كله بيتأثر. المرجان حساس جدا، أي تغيير بسيط في الحرارة أو التلوث ممكن يخليه يفقد لونه ويبقى أبيض كأنه فقد روحه، ولو الوضع استمر بيبدأ يموت. يعني ده كائن ساكت، لكن حياته مرتبطة بكل اللي حواليه. أي خلل ممكن يدمر مدن كاملة. المرجان بيعلمنا حاجة مهمة، مش كل اللي شكله ثابت وقوي بيبقى حي، ومش كل اللي ساكت ميت. زي الإنسان احنا نقدر نلمع ونكبر، بس محتاجين اللي حوالينا يغذينا ويحمينا. ولو فقدنا ده حتى لو شكلنا باين قوي، من جوه ممكن نبهت. المرجان ساكت، لكن علمنا ازاي نبني حياتنا بحنية وصبر، ونعيش وسط اللي بيحمينا ويقدرنا.